فيلمنا بيبدأ بواحد اسمه جيمي بيتولد من غير مناعة، وكان أي ميكروب صغير ممكن يقتله. عشان كده كان لازم يعيش معزول عن الناس، وما كانش بيلمس أي حاجة غير لما تتعقم. عشان كده هيفضل طول عمره عايش في كرة بلاستيك. أمه كانت بتبالغ في حمايته، وما كانش مسموح له يروح البيت لحد ما بقى عنده 4 سنين. وأبوه وأمه خدوه في كرة بلاستيك معزولة، وكانت الأوضة بتاعته فيها كرة كبيرة عشان يقدر يعيش فيها، وبيعقموا كل الألعاب بتاعته عشان يقدر يعيش. ومن ساعتها أمه ما كانتش عايزاه يسيب الكرة اللي هو فيها. عشان كده كانت بتنهي أي قصة بتحكيها له قبل النوم بموت الأمير، لأنه هرب من الأصل. وكانت أمه بتسمح له يشوف قناة تلفزيون واحدة ويقرأ مجلة واحدة، ومفهم إن مفيش غيرهم. وكانت بتستخدم الإيد اللي في الكورة عشان تقص شعره وتحضنه. وكانت أمه بتفرض عليه أفكارها، وكان بيصدقها لأنه ما يعرفش أي حاجة. وكانت الناس كلها عارفة إنه عايش في كورة وما بيخرجش منها. وكان أطفال الجيران بيلفوا نفسهم بكيس بلاستيك ويتريقوا عليه. أمه بتبعده عن البيت، والأكل الوحيد اللي كان بياكله هو أكل البيت. وكانت أمه بتعقم الأكل قبل ما ياكله لحد ما بقى عنده 16 سنة، وبيفرح لما بياخد الجيتار وبيعزف عليه، ولما بيروح عند الشباك ويشوف بنت جميلة أول مرة يشوفها، وكان اسمها كولين، وبتسكن في المنطقة اللي هو عايش فيها. وما كانش يعرف أي حاجة عن الحب ولا البنات. أمه بتعرف إنه معجب بيها، وكانت عايزة يبعد عنها، فألفت قصة عن ولد مات لأنه لمس البنت اللي جنبه. وطول السنين دي وجيمي كان بيراقب كولين من الشباك، وهي لحظة إنه بيراقبها، وكان في حاجة بتحصل في جسمه بس هو ما يعرفش معناها. وفي يوم من الأيام صحي ولقى العسكري بتاعه واقف، فضرب نفسه بالمضرب ونادى على أمه عشان تهديه. وبعد كده بنروح لأصحاب كولين اللي بيتنمروا على جيمي، وكانت كولين بتدافع عنه. وفي يوم من الأيام كولين بتروح لجيمي البيت، وشافت الأنابيب اللي في البيت وكانت مستغربة، وبتمشي ورا الأنابيب لحد ما وصلت لجيمي. وجيمي بيتفاجئ منها وبيتوتر عشان أمه هي الوحيدة اللي كانت بتتكلم معاه. وكولين بتتكلم معاه وبتقول له إنها بتحب العزف على الجيتار، وطلبت منه يعلمها. ومن ساعتها وهم كل يوم بيقضوا وقت جميل مع بعض. أمه ما كانتش حابة الصداقة اللي بينهم. ونشوف كولين وهي جايبة له هدية في عيد الهالوين، وكمان جايبة له أطفال يلعبوا معاه. وفي يوم من الأيام كولين بتكون سكرانة وبتروح الأوضة لجيمي وتحاول تدخل الكرة اللي هو عايش فيها، لكن بيغمى عليها. تاني يوم كولين بتكون مع جيمي وبيكون عندها حفلة، وبيجي صاحبها مارك عشان ياخدها معاه، وبيعزم على جيمي بسجارة، لكن جيمي ما يعرفش السجاير. وبالليل جيمي بيشوف كولين ومارك في وضع مش مناسب. وتاني يوم كولين بتروح لجيمي وتقول له إن مارك خطبها، والفرح بعد أسبوع. وجيمي بيحس بإحباط، وكولين بتكون جايبة له هدية وبتروح عشان تديها له، فبيرجع لها الهدية القديمة وبيطلب منها تمشي. وبعد كده جيمي بيفتح الهدية وبيلاقي جواها كورة مكتوب فيها بحبك. وجيمي بيندم وبيقرر يروح لمكان الفرح ويرجعها، وعمل كورة عشان تحميه. واتسحب وطلع بره البيت، وكان فرحان لأنه أول مرة في حياته يجري. وبيروح عشان يجيب تذكرة يسافر بيها، لكن بينسى الفلوس في البيت وبيتضايق. ولكن وهو معدي الطريق في أتوبيس بيربطه، ولكن الكورة بتحميه. والناس بتنزل من الأتوبيس وبيعرضوا عليه يوصلوا في سكتهم. ولما بيعرف إنهم من طائفة دينية بيطردوا من الأتوبيس. وفي نفس الوقت المجموعة بتوصل للمكان بتاعهم، والقائد بيقول لهم إن ربنا بعتهم راجل عايش في القاعة عشان ينقذهم. وبيعرف إن الراجل ده يبقى جيمي، وبيروحوا عشان يدوروا عليه. وفي نفس الوقت جيمي بيقابل واحد اسمه سليم، ويكون راكب موتوسيكل، وبيحكي له عن كله، وبيقول له إن لازم يلحق حب حياته قبل ما تتجوز. وسليم بيرتاح لجيمي وبيحكي له عن حبيبته اللي اسمها حريق الهشيم، وبياخد جيمي عشان يوصله لمكان الفرح. وبنرجع لبيت جيمي وبنشوف أمه وهي بتودي له الأكل، لكن بتتصدم إنه مش موجود، وبتعرف جوزها ويدوروا عليه. وفي نفس الوقت جيمي وسليم بيروحوا المكان يسهروا فيه، لكن جيمي بيفتكر إنه قدامه يومين بس عشان يلحق كل قبل ما تتجوز. وبيسيب سليم وياخد الموتوسيكل بتاعه ويهرب بيه. وبيقابل أبوه وأمه في السكة وبيعملوا حادثة، لكن من حسن حظه إنه بيقع في قطر ويهرب بيه. لكن بيكون في ناس عندهم مواهب غريبة. ولما القطر بيقف بيقابل الرئيس بتاعهم اللي اسمه فريد، وبيتفاجئ إنه قزم. وجيمي بيضربه وبيهرب الناس اللي كان حابسهم، وبيكمل طريقه ويوصل لمطعم في شوية ظباط بيتريقوا على واحد اسمه بيشبوب، وبيسألوا جيمي عن الكرة، فبيقول لهم إنه ما عندوش مناعة. بيحسبوا مرض نار وبيهربوا، وبيحصل حريقة في المكان، وبيشبوب بياخد جيمي ويوصله. وفي نفس الوقت أمه بتوصل لفريد وبتعرف المكان اللي رايحه جيمي، وبتتصل بكلوي وتزعلها لأنها السبب في إن ابنها يسيب البيت ويمشي، وأثناء ما بتتكلم مع عربيتها بتتسرق. وفي نفس الوقت جيمي وبيشبوب بيعملوا حادثة وبيربطوا بقرة، وبيشبوب بيزعل لأن البقرة رمز الإله عندهم، وجيمي بيقول إن دينه باطل. وبيشبوب بيتضايق منه ويسيبه لوحده ويمشي. وبعد كده جيمي بيوصل نيويورك وبيقابل راجل عجوز اسمه بيبي، وبيطلب منه يوصله وبينام في السكة. ولما بيصحى تاني يوم بيلاقي إن الراجل لسه بيسوق العربية، وجيمي بيتفاجئ إن الراجل اللي معاه مات، وبيربط في لوحة كبيرة. وجيمي ما بيحصلوش حاجة بسبب الكورة اللي لابسها. وبيدخل محل وبيتصل بكلود، لكن مارك اللي بيرد عليه وبيقول له بلاش تتعب نفسه لأن كلها ساعات وهيتجوزوا. وجيمي بيجي له إحباط وبيتصل بأمه عشان تيجي تاخده. ولما بيوصلوا بيحطوه في العربية، وأمه بتروح الحمام، وأبوه بيسأله عن شعوره لما خرج أول مرة في حياته، وبيطلب منه ما يستسلمش. ولما جيمي بيسمع الكلام ده بيسيب العربية ويجري عشان يلحق كولين. وفي نفس الوقت الجماعة المتدينة بتشوفه، وبيجي سليم مع صاحبه عشان يلحقوه، لكن بيشوف أم جيمي وبتكون دي حبيبته القديمة. وبيشوف جيمي وهو راكب الطيارة مع راجل عجوز، لكن الطيارة بتغرق بيهم، وجيمي ما بيحصلوش حاجة بسبب الكورة اللي لابسها. وبيوصل لمكان الفرح وبيعترف لكل إنه بيحبها، وإلا ما كانش يعرف حياته الخطر عشانها، ويفتح الكورة عشان يبص
جوزها وبيغمى عليه، وفي نفس الوقت ابوه وامه بيوصلوا وامه بتقول ان ابنها مات، لكن جوزها بيقول لها تقول للناس الحقيقه، ولما بتقول لهم الحقيقه بنلاحظ ان جيم صحي وبيتضايق منها لانها كدبت عليه، وبتقول انها عملت كده عشان تبعد عن فساد الناس، ولما بيعرف ان عمل كده عشان تحمي بيسامحها وبيقرب من كله وبياخدها في حضنه والناس بتسقف لهم. وبعد فتره جيم وكله بيتجوزوا وبيخلص الفيلم على كده. وطبعا مش محتاج اقول لك صديقي لو مهتم بمحتوى التلخيص ما تنساش تتابعني.